اسمي تركي الطفيحي بن قداح سمومة، تولد 60. عملت لدى البعثة الفرنسية في باريس مسكنة واللي مسمى ميمار. عملت عدة مرات معهم من 69، 70 وال71 و72. عملت عامل عربية، عامل رفش، عامل قزمة، معلم ورشة مثلا. يعني كان العمل جيد ممتاز. كانت العلاقات بيننا وبين الزملاء الفرنسيين يعني كانت جيدة جدا يعني. كان بذكر منهم يعني الدكتور البروفيسور ريمون، في أمينة مهندسة، في سعيدة مهندسة، عملنا معاها كثير يعني. كان في الدكتور السوري المسؤول عن العمل قاسم طوير، كان هو مدير البعثات. من هذاك اليوم حتى هذاك التاريخ رحلت الفرنسيات، الشركات يعني الفرنسية رحلت، جت الشركات الألمانية السورية عملنا معها عدة مرات. يعني كان العمل كله جيد، يعني ما في فرق. العلاقة جيدة بالنسبة للعمال والمدراء والمهندسين كانت علاقات جيدة. كانت الحفريات مفيدة، يعني كانت مفيدة جدا. تاريخ نحن كنا نجهل الأرض، لأنه نحن كنا أولاد صغار، كنا نلعب بالفلوس ما بنعرفها شو هي، ما بنعرف شو قيمتها يعني. كنا نبعثرها نلعب فيها مثل يعني لعب. ما شاء الله. ايه يعني فيها اللي بعرف بس مسكنة كان في أرض مرمى، ايوه. مزبلة، واو. كان موجود فيها فلوس كب. كبو. راحت هلا في البحيرة طبعا. هلا راحت وين؟ من تحت البحيرة الطمرت. يعني كنا صغار نلعب فيها ما بنعرف شو قيمتهم. بس اليوم صار يعرف الصغير والكبير قيمة هذا الآثار والتاريخ والحضارات. وكما ترى اليوم احنا اكتشفنا القصر الأمويين برئاسة الدكتور توماس، شركة البحث السورية والألمانية. يعني كان عمل جيد ممتاز جدا. كانت العمال يعني مبسوطة جدا. اكتشافات انه هاي الأرض لازم ما تخبى كنوزها يعني، لأنه تظهر، لأنه فيها فائدة لكل الناس، مو هو فقط للعرب أو لكل العالم، كانوا أجانب أو كانوا عرب، للإسلام وللمسيح. وفيه تواريخ أنا اشتغلت هناك، في كان تواريخ البازنطيين والآشوريين، كانت تواريخ كثيرة كثيرة كانت تظهر. يعني كانت رسومات تظهر بشكل جيد. كانت ظهرت كنائس، ظهرت مساجد، كانت مطمورة تحت الأرض كلها. ولا الآن راحت تحت المي، لأنه قمرتها بحيرة الأسد طمرت. هو المفروض ما لازم تنطمر يعني، صراحة ما لازم تنطمر. ايوه. المفروض مسيجين حواليها. ماشي.